يلا يا حماده محمد. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم ورحمه الله وبركاته. والله يا دكتور، انا اول مره اكلم سيادتك يعني. ده شرف لي انا. يا فندم شرف لينا احنا وربنا. الله يسترك يا محمد، اتفضل. انا في بس حاجه سيادتك عايز اقولها. اتفضل. تديني راي حضرتك بعد ما اقفل عشان ابقى اسمع سيادتك راي سيادتك على التلفزيون. حاضر عينيا. اشكرك، ربنا يبارك في عمرك. اتفضل. اختصارا يا فندم، انا متزوج بقالي 22 سنه. حصل مشكله بيني وبين زوجتي، كلام ما بتسمعش الكلام، فقالت كلام مش كويس، يعني قالت الفاظ مش كويسه ليا. فانا قلت لها لفظ انت قليله الادب كذا، وسبتها ومشيت البيت قدام ولادي وقدام حماتي ان ولادي كبار ومشيت. يعني غلطوا ببعض يا فندم انا غلطت ان انا قلت انت قليله الادب. معلش، يعني قصدي هي قالت كلام مش كويس وانت رديت عليها بكلمه مش كويسه. بقول لحضرتك يا فندم. وجيت واخد بعضك وماشي من البيت. رحت ساب البيت عشان ما حصلش مشاكل تانية. طيب رحت فين؟ رحت بيتي بقى التاني اللي هو شقتي اللي بتاعت الوالد والوالده في مكان تاني. قعدت قد ايه؟ قعدت فيها يا فندم شهر ونص، شهرين. راحت رافعه عليا قضيه خلع. في الشهر ونص ما بعتش مصروف؟ بعت مصروف وولادي دروسهم وكلياتهم واكلهم وشربهم وببعت كل حاجه. راحت رافعه عليا قضيه خلع من ورايا ومن ورا امها مالهاش كلمه عليها، بس ست طيبه ومحترمه وست انا احبها لله. فابتدت امها قالت لي يا ابني بنتي طلقها احسن عشان خاطر هي عرفت عليك قضيه خلع. قلت لها يا ستي انا ما بطلقش حد، الله يسامحها وربنا يهدي يا رب النفوس، انا عايز بيتي ومراتي وولادي بس بالادب، بيني وبينها ادب واحترام، غير كده مفيش. فابتدت راحوا اهل الخير، زوج اختي وعمتي، قالوا لها يا بنتي كده اللي بتعمليه ده غلط وحرام، احنا الموضوع لما يكبر ويوصل عشان يقول لك انت قلة الادب ولا انت تقول له انت كذا وترفعوا عليه خلع، ده يعني ده كتير. فابتدت تجيب من زمان، قالت لها يا بنتي ما حدش يتكلم في زمان عشان زمان ده ما ينفعش، بصي في النور. فبتساومني دلوقتي حضرتك انها لو انها عايز ترجع يبقى انت في اوضه وانا في اوضه. راحت ردت عليا بنتي قالت لها يا ماما كده حرام، ازاي بابا يعيش معاكي في شقه واحده، انت في اوضه وفي اوضه، ده حرام، وانا ما اسمحش ان ابويا يجي يبقى قاعد في اوضه وانت في اوضه. فانا مش عارف اعمل ايه، واخد خطوه ايجابيه اطلقها ولا اخليها تمشي في موضوع الخلع، مش عارف حضرتك. محمد قبل انت ما تمشي، ال 22 سنه اللي فاتوا كانوا حليبه على سمك على لبن على تمر هندي على كل حاجه حلوه؟ حضرتك يا فندم تعرف ان لا محمد رد عليا عشان اجاوبك بعد ما تقفل. ال 22 سنه انت اول ما اتكلمت قلت لي 22 سنه جواز وحصلت مشكله، المشكله دي اول مره تحصل في خلال ال 22 سنه؟ كانت بتغلط وتتاسف. تمام، يعني الدنيا كانت عاديه وجميله. والله يعلم الله كنت بما يرضي الله. لكن المشكله اللي حصلت سببها ايه يا محمد بسرعه في ثانيه؟ حضرتك كنت بقول لها على العلاج بتاعي فين، ما لقيت لو صراحه دوريه عليه ان رجلي طقت جالها غضروف، فقالت لي ما مش لاقياه يا عم غور، يا عم انت بتحقد عليا غور عشان انت شقتها باسمها يعني. انا اسف في السؤال ده، مراتك عندها فيسبوك؟ الله يسامحها. شكرا يا محمد. السلام عليكم. الله وبركاته. ما يتهدش بيت بسبب مشكله بعد 22 سنه، ما يتهدش. هو اللي بيهد الدنيا الفيسبوك، خليني اقولها لكم بصراحه يعني، وانا كل يوم بقولها على فكره، انا كل يوم بقولها وكل يوم بكتبها وكل يوم بقفل سكينه معتدله، والاشرجي بيشور اللي هو انا، مش اشرجي في مرور، ولكن اشرجي بيقول عدوا او ما تعدوش، وبعدين ارجع تاني بعد البكا والندم واعمل معروف فينا اكتبها واشوف التعليقات، احلف 3000 يمين من اللي قافلها الليله دي، وارجع اتوب واستغفر واعمل. وبقول لهم، وقبل ما اقفل اخر مره قلت لهم ما تضيفوش حد ما تعرفوهوش وكذا وكذا. والنهارده الصبح كنت قاعد مع اولادي قبل ما اخرج واروح دريب، ولقينا عيد ميلاد لواحد احنا نعرفه مكتوب على صفحتي انا، واحنا عارفين هو مين، وبيتكلم الراجل بلغة الامبراطور وهو راجل مسكين جدا. لو كلم واحدة على انه هو الاستاذ الدكتور برعي متولي عبد الشكور عبد الغفار هتصدقه وهتعيش الوهم ممكن، وبالتالي تقول لجوزها غور. النمنامة اللي وصلنا فيها دي وصلت للتليفون دي خطيرة جدا. كلم حد ما تعرفوش ارجوكي وارجو اللي خلفوكي الغي الكلام ده من حياتك نهائي. عندك عروسة وعيال وكبرتي، كونك بقى حد يدلعك وانت مرة كبيرة فتقولي ايه اللي معايا ما بيدلعنيش، وادي حبوكشه محمد منتصر حبكوش بيدلعني واللي معايا مش حاسس بيا، ده وهم شياطين. ما انا قلت لكم قضيه الحب دي لو احنا خدنا بالنا منها وانها مش موجوده، وان لو بقت موجوده احنا هنعمل مليون ليله في 1000 ليله ولا ام كلثوم لو لقينا حاله صحيحه في الحب.
انا عن نفسي هحتفل بيها وهكتب فيها شعر وكل حاجه. فارجوكم يعني عايزين ايه؟ الاحسان. شوفوا حتى كلام مفردات ربنا ما فيهاش حب. احسان لجار، اجابه ذي الحاجه الملهوف، تصدق. حب ايه ونيله ايه؟ خلينا بالمقتضى. حب ده حاله تانية، مفيش حد هيحبك وانت كركوبه، واخده بالك؟ الا واحد كان بيدور عليك وبعدين ضل ورجعوه زي سيدنا يوسف بعد 40 سنه. وعلى الفكره عشان تعرفوا يعني هو رجع بعد 41 سنه ورفع ابويه على العرش، واتحسبت العلماء حسبوها فلوها 41 سنه او اكتر كمان. بعد 40 سنه فقال لك انت فاكره لما كنا بنلعب الجبه وانا شفت ناس من جيلي كانوا شباب وشابات وانا لسه عيل صغير دلوقتي ما بيسمعوش ولا بيشوفوش، فهعيد الحب القديم مع مين ان شاء الله؟ مع الطلل البالي؟ يعني اقول لهم تعالوا النبي ناكلوا اكله من اللي كنا بناكلها زمان، هو فاضل فيهم سنه واحده؟ فما تتخيليش الكلام ده كله. مراهقه لما تعود في غير اوانها بتبقى في منتهى الخطوره. ممكن نتكلم ندردش نلعب نضحك نقول شكومنا، نقول كلمه ولا ليها اي لازمه، بعشقك بحبك بتنيلك اي زفت، وننساه لانه وهم، لانه بنخدر نفسنا بنريح اعصابنا بناخد فسحه من الجد. لكن المصيبه ان احنا صدقنا فاتخرب البيوت كتيره جدا على ايدي انا عندي ملايين الشكاوي، ملايين الشكاوي. فليلى حاضر ما طلعش يا محمد الا اذا لقيت زي ما قلت لك كده الدنيا فيها صد لا يقبل، لكن ما فيش حاجه اسمها اوضه واوضه، واصبر شويه. دي هي هتسمعني اكيد دلوقتي وهتحرق الفيس وهتلغي الصفحه وهترجع تاني تعمل الباميه وتفوق لبيتها ولعيالها وللشابه اللي هتجهزها، وهتبقى ان شاء الله احسن من ما كانت، والعشره اللي بينكم الطويله هتلملم جراح كتيره قوي. قولي يا ليلى. ليلى ليلى روحيه بقى، يبقى روحيه. روحيه حاضر، اسمع روحيه. انا هدفي لما اقول لكم الله يرضى عليك النهارده الف ب ابتدينا، يعني ابتدى المشوار. انا مش همل ابدا لغايه لما اخلص اللي عندي. انا عامل 3 كتب في الحب. الحب بين الذات والسبب، ده على راسي من فوق، لان ربنا قال حبوني لاني باكلكم، وحبوني عشان احنا مش فاهمين الحب. ففاهمين حب ربنا زي حب ليلى وام كلثوم؟ لا طبعا. حب ربنا يعني عبادته وحده لا شريك له وسمع كلامه، وهنفصل فيها كلام كتير جدا، وهنعرف اللي بيحبوا ربنا بيعملوا ايه من القرآن ذاته، واللي بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعملوا ايه وعليهم ايه. البني ادمين بقى زي ما قلت لكم كده بلاش الوهم اللي هيقتلنا. بحبه ما تهونش عليا الورده بتاعتي اقطعها، بس هقطع ورقتين 2 بس. بحبه ما بحبوش، ده شغل ايه؟ عفركوش. ده شغل ايه؟ هبلوش. في حاجه اسمها كده؟ في حاجه الدجل طبعا كتير، وانا قلت لكم مره حلقه قبل فاتت عن استعمال الدين او التمسح بالدين او الصاق الدجل بالدين. الدين ما يعرفش الدجل، ما يعرفش التخريف، ما يعرفش الشعوذه، ما يعرفش تشيل ورقه وتحطها وتلقح وتقعد تأزأز لب وتقعد تتوقع. وخدوا بالكم من عيالكم، وتسمع كلمه فتبني عليها حكم، او تكون بتتكلم والأذان جدا وتيجي تقول ظهر الحق، حق في عينك وعين اهلك. يعني ايه ظهر الحق؟ هو ربنا بيدلك العصر في ميعاده علشان انت تكون بخرف فتصدق كلام التخريب بتاعك لان في اذان جه فجاه؟ راجل حرام عليك، مفيش الكلام ده. ولا واحد يشوف لي منام ويقول لي ايه عشان تعرفوا الخيبه اللي انا فيها، الوجع اللي ساكنني. شفتي كذا وكذا ورحت وانا وعمتي ولقينا ماما واقفه بعيد ومعاها كزدوره، ادينا يا ماما حبه قد بعينيكم وانا لسه قبل ما اذبح امي جيت صاحي والفجر بيدن، بيحطها لي بين قوسين. ارد عليه احاول استجمع هدوء نفسي واقول له يا حبيبي القصه ايه؟ القصه اني المروي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه كان يرى الرؤيا فتتحقق مثل فلق الصبح، وتقال كلام في كل تقي وكل انسان سواء تقي او غير تقي، لان فرعون شاف منام وتحقق كفلق الصبح ان نهايته هتيجي على ايد بني اسرائيل، واحد من بني اسرائيل. ماشي؟ فتحققت. يعني ايه كفلق الصبح؟ يعني ما فيش لخبطه،